السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في مطبخ اميرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد، يا رب يعجبكم وتستفيدوا بيه، والعرايس الصغيرة تستفيد بكل حاجة انا بعملها ان شاء الله. النهاردة انا هعمل محشي كرنب وفراخ وشوربة لسان عصفور. انا جبت بقى كده البصل ونزلت عليه الزيت لحد ما يصفر، وبعد كده هنزل عليه بالطماطم. كده نزلت عليه بالطماطم. كده بقى الصلصة لما تتسبك او منزل عليها التوابل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده هنزل بقى بالملح وشوية سكر، واسيبها بقى تتسبك، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي. يا جماعة والله انا عارفة ان انتوا كلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس احنا بنشجع بعض وبنعلم بعض، وممكن انا بعمل بطريقة انتوا ما بتعملوا بطريقة تانية كده يعني. ممكن الطريقة بتاعتي تعجبكم. انا كده بقى حطيت الكمون والبهارات والكزبرة الناشفة والفلفل الاسمر. ويا رب القناة بتاعتي تكون خفيفة عليكم وتستفيدوا بيها، والعرايس الصغيرة اللي لسه متجوزة جديد او البنات الصغيرة اللي بتحب تطبخ، يا رب تستفيد من الطبخ بتاعي والطريقة بتاعتي وتكون سهلة عليهم ان شاء الله. كده بقى انا جبت حلة حطيت فيها مية، هنزل عليها البصل والطماطم والورق اللورا والفلفل. كده انا بنزل بالفراخ بتاعتي، وبعد كده بقى هنزل عليها الملح والفلفل الاسمر. يا جماعة نفسي اللي يتفرج على الفيديو ويعجبه يا ريت يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك يا جماعة عشان القناة تكبر وحقق الشروط. يا رب، يا رب بعد اذنكم يا جماعة. كده حطيت الفلفل الاسمر وحطيت الملح. واعذروني على التصوير عشان انا اللي بصور بايدي يا جماعة. كده بقى انا جبت الرز وعملت حطيت عليه الخضرة والطماطم وقلبتها، وبعد كده بقى بدأت ان انا احشي المحشي. حطيت في الارضية بصل وفلفل، وقطعت الكرنب العروق بتاعته قطعتها حتت قطع صغيرة. نزلت عليها برضو شوية ملح وفلفل اسمر وكمون. كده بقى انا حشيت المحشي وهنزل عليه بالشوربة. كده انا بحط معلقتين صلصة على الوش عشان المحشي يبقى لونه احمر وحلو. هنزل كده بالشوربة، بس الشوربة مش هخليها تبقى على الوش، لا تبقى تحت اخر صباع، الصف الاخير ده تحتيه على طول. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
كده انا بقلب برج الحله علشان خاطر الميه تنزل في كل ناحيه في الحله، ما يبقاش في حته نيه وحته مستويه. وبرضه هي الحله على النار لازم تشوفي ترفعيها كده تشوفيها من كل النواحي بتعمل اللي هي الفرائيع ديت ولا لا، عشان ما يستويش من ناحيه وناحيه. لا، هنا بقى انا هعمل شوربه لسان عصفور. نزلت شويه سمنه ونزلت لسان العصفور يتحمروا، بعد كده هنزل بالشوربه. كده الفيديو كده شوربة لسان عصفور اتعملت والمحشي بتاعنا استوى. كده انا كنت بشوف المحشي، باخد صباع كده ادوق اشوف اذا كان المحشي استوى ولا لا. وبكده يا جماعة ده اكلنا النهاردة، يا رب يعجبكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب يكون اكلي عجبكم والتصوير يكون على قد ما اقدر، يعني طلعتي حاجة كويسة. يا رب الاكل يعجبكم. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.